عارفين الفنان عادل امام في فيلم شمس الزناتي لما قال للفنان محمود حميدة بتعرف تعد لغاية كام؟ هحكي لكم القصة دي حصلت معايا امبارح وانا بتفرج على ماتش الاهلي. بتعرف تعد لغاية كام؟ ولكن في البداية خلوني اسلم على حضراتكم واذكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. يعني امبارح كنت بتفرج على الماتش الاهلي، عليت الصوت شوية ولما لقيت المعلق انه عمال شغال تطبيل وتعريض للاهلي فرحت موطي الصوت. ولكن وانا بتفرج على الماتش كنت ماسك اللابتوب، يعني ببعت ايميلات لشغلي، ببعت ايميلات لشغلي، وكنت ببص مثلا بصه وبعد كده ابعت الايميل، يعني كنت بعمل حاجتين مع بعض. الظاهر انك عشان تتفرج على ماتش الاهلي لازم تركز بنسبه مليار في المية، لازم ما يفوتكش هفوه. يعني انا امبارح شفت يعني حاجتين عاهرتين كورتين عاهرتين داعرتين، كورتين داعرتين حصلوا في الماتش، اللي هي كورة الشناوي والكورة التانية اللي هي بتاعة مروان عطية. انما اتضح لي ان في حاجتين تاني، في ضربتين جزاء تاني. ماتش امبارح كان فيه 4 ضربات جزاء، لا اتضح لي ان في 2 تاني. واحدة بتاعة ديانج، نزلت ده كله ريلز على عندي في قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك الريلز نازلة بالفيديو يعني بتاع ديانج، يعني انا حاطط الفيديو في الريلز اللي انا منزله. الكرة بتاع ديانج وكرة تانية في الدقيقة مش عارف 45 من الشوط التاني اللي هي الدقيقة 90 طبعا من اجمالي المباراة. ياسر ابراهيم طالع بكوعه وبيضرب مهاجم الجونة. لك ان تتخيل ان في حكم عنده ضمير، ده اذا كان عنده ضمير، ما اعرفش عنده ضمير ولا ما عندوش. لك ان تتخيل ان هذا الحكم الغير امين 4 ضربات جزاء لم يحتسبهم لنادي الجونة. وطبعا نادي الجونة مش هيعترض لانه من اندية حريم السلطان، وضع طبيعي انه يعترض ويطالب ولكن ده من ضمن اندية حريم السلطان. وضع طبيعي ان مجلس ادارة الخونة يطلعوا يتكلموا يعملوا يصيحوا يطلعوا بيانات ونزاهة المسابقة وعدالة المسابقة. انما الكلام ده لو حضرتك عندك مجلس ادارة، انما انت عندك 12 محتل، 12 خاين تم احتلال النادي منهم، وان شاء الله باذن الله يغوروا في 60 داهية يا رب. وانا صايم اشوف فيكم ال 12 فاسد دول، اشوف فيكم يوم بحق جاه النبي يا رب. وانا صايم وما بحبش ادعي على بني ادم، ولكن انا بدعي عليكم من كل قلبي يا رب. وانا صايم اشوف فيكم عجائب قدرته، اشوفكم مكسورين مذلولين مطرودين غيرين في 60 داهية ان شاء الله باذن الله. وانا صايم يا رب برد نار الزملكاوية من ال 12 خاين دول. المهم، فاربع حالات انا مش عايز اقول الفاسد، لا هو مش فاسد، بس هو ما يعرفش ربنا. امبارح كده ده رايح اذا كان هيتسحر ويصلي الفجر، هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ بجد هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ فلوس الماتش ده هتصرفها على ولادك ازاي؟ هتاكل ولادك وتنزل الفلوس دي في بطونهم حرام يا امين يا عمر ازاي؟ لا تخرجوا قبل ان تقولوا سبحان الله. لا وطالع لك ده احنا حالنا صعب مش على الكافر، احنا حالنا صعب على البنا. تخيل ان البنا اللي هو يعتبر ملاك التاني بعد امين عمر للاهلي، هو في بنا ومعروف وامين عمر وغندور وبتوعهم كتير، والواد ابن احمد الشناوي اللي احتمال النهارده بيقول لك هيبقى على الفار للزمالك. تخيل ان محمود البنا يطلع امبارح في فيديو ويقول ان الجونة ليه اكتر من لعبة ما اتحسبتش ضربة جزاء. تخيل، مش هقول لك بقى الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح لا 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 لا. تخيل البنا ده احنا حالنا صعب، بقول لك مش على الكافر، احنا حالنا صعب على البنا. تخيل لما حالك يصعب على البنا. امبارح بقى بعد الماتش ما خلص الخبير التحكيمي بيقول لك 3 مخالفات على امين عمر، 3 مخالفات. ده غير ان في كورة محمد هاني دفع اللعيب بدون كورة في الوقت الضايع وما حسب، يعني يعتبر 5 حالات. تخيل ماتش
في 4 ضربات جزاء ومفروض حاله طرد لمحمد هاني ما اتحسبتش ولا هتتحسب ولا هتتحسب. وتقولوا لنا بتفرحوا بالبطولات ليه؟ هو انا كزمالك لما اخد بطوله دوري هو انا باخدها من الاهلي؟ انا باخدها من الاهلي ومن رابطه الانديه ومن اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام ومن المنظومه ومن مش عارف ومن الشركات الراعيه ومش عارف من انا باخد البطوله من اكتر من فاسد. انا باخد البطوله من اكتر من فاسد، فعشان كده لازم افرح ولازم تكون فرحتي غير طبيعيه. وانا باخد بطوله من الاهلي انتوا تبقوا. والنهارده بقى جايب لك كابتن حماده الغلاوي اللي طلع على صفحته قبل كده، الراجل ابو مجانس عنده حتت كده اللي ادس ادس ادس، عارف انت الحاجات اللي هي بتقعد ترقص دي. لما جايبين لك حماده الغلاوي النهارده حكم لماتش الزمالك، طبعا الراجل قبل كده يعني طلع على صفحته وقال لك انا اهلاوي وانا بفتخر ان انا اهلاوي مش عارف ايه والكلام ده كله. هم برضو مش غلطانين. عارف في مثل بيقول لك ايه؟ في مثل كده زمان كانت يعني كان اجدادنا بيقولوه وجداتنا ربنا يرحمهم يعني بيقولوه، بيقول لك اللي يقول لمراته يا عوره الناس بتلعب بيها الكوره، حاجه زي كده يعني. فالظاهر ان يعني خلاص انت اذا كان ده مجلس ادارتك عاوز الناس تحترمك، لا صعب حد يحترمك في ظل هذا المجلس الخاين المنبطح الذليل. طيب فالنهارده ماتش الزمالك طبعا ربنا يستر، والنهارده ماتش ناري تاني، ماتشين في وقت واحد. هذا هو الدوري المصري، ماتش جميل جدا كنت نفسي اتفرج عليه، ماتش سيراميكا وبيراميدز. ماتش من الماتشات اللي هتفوتني للاسف عشان هكون بتفرج على ماتش الزمالك. فحسبي الله ونعم الوكيل في هذه المنظومه وفي امين عمر وامثاله واحمد دياب وهنا بوريده. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي. في موضوع امبارح كنت عاوز اتكلم فيه ولكن يعني اجلت الحديث فيه الى اليوم يعني، وهو شركه الكوره في نادي الزمالك. كلنا خلاص عرفنا ان شركه الكوره في نادي الزمالك هي ليها نسبتين، نسبة 51% هي ملك للنادي و49% ملك للمستثمرين. وما دام النسبة الأكبر هي للزمالك 51%، إذا نادي الزمالك هو من سيدير شركة الكورة وليس مجلس إدارة شركة الكورة، لأن النسبة أو الملكية الأكبر هي للنادي وليست للمستثمرين. المستثمر هو هيحط فلوس وهيقعد ينتظر الربح، ولكن لو المستثمر هو اللي هيدير لأنه يملك، ما هو اللي بيملك بيدير، فكده المستثمر مش هيملك وبالتالي مش هيدير. انما مين اللي بيملك النسبة الاكبر؟ الزمالك. مين اللي هيدير شركة الكورة؟ هو مجلس ادارة الزمالك. فاذا شركة الكورة هي كأن لها لم تكن. ده رقم واحد. ليه؟ لان الخاين اللي بيدير النادي هو الخاين اللي هيحكم شركة الكورة، فلا تنتظروا من شركة الكورة حاجة. وانا اسف ان انا بقول لك الكلام ده، وانا بعتذر ان انا بقول الكلام ده، لان في مثل بيقول يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكني مش عارف ولا ضحك الناس عليا. يعني اللي هو المقصود من المثل ده ان انت عاوز واحد يطلع يقول لك ياقوت مرجان الماظ، ولا عاوز واحد يطلع يقول لك الحقيقة ويفهمك. مجلس العار، مجلس الاحتلال، ما دام بيملك 51% من اسهم شركة الكورة، اذا هو اللي هيحكم شركة الكورة، واللي ضيع النادي هيضيع شركة الكورة. كلنا عارفين وكلنا متفقين على الكلام ده. طب هل بقى الاستاذ سميح ساويرس، الاستاذ ممدوح عباس، هؤلاء رجال اعمال محترمين بنوا ثرواتهم بالذكاء وبالاجتهاد، ومن غير المعقول ان الناس دي هتيجي تقول لهم تعالوا استثمروا والمجلس الخاين ده هو اللي بيدير وهيجوا يستثمروا. بمعنى بالبلدي كده، انا مش هركب عربيه مع واحد عمل قبل كده فيا حادثه وربنا نجاني، فانا مش هركب عربيه مع نفس البني ادم ده. اهو رجال الاعمال مش هيركبوا عربيه مع نفس الخاين ده، المجلس الخاين ده. فالناس دي مش هترمي فلوسها على الارض. في سميح ساويرس؟ لا. في ممدوح عباس؟ لا. مفيش ممدوح عباس. وطول ما جون ادوارد في النادي ممدوح عباس مش هيدفع جنيه. فدي على جنب كده.
طيب ايه بقى اللي انا جاي عايز اقوله في شركه الكوره ما اتقالش؟ اللي انا عاوز اقوله في شركه الكوره وما اتقالش هو ان حضرتك بداوا يوزعوا التورته، بداوا يوزعوا الوليمه بتاعت شركه الكوره. الكلام ده هتعرفه اليومين الجايين، لان الشركه تم انشائها على الورق رسمي، السجل التجاري وبطاقه ضريبيه ومش عارف ايه، فتم اشهار الشركه رسمي. انما لسه الاشخاص لم يتم تعيينهم. مين اللي هيعين الاشخاص؟ هو مجلس اداره الزمالك. ف يعني اخيب من سيده الا ستي، حاجه زي كده يعني. فمجلس الاداره هو اللي هيعين، ومجلس الاداره بدا في اختيار اسماء هي بالحب، عارف انت يعني تسديد فواتير. انت كنت جدع معايا فتعال ادخل، او هندخل ابنك، انت صاحبي هندخلك او هندخل ابنك. فهي دي شركه الكوره، قائمه على الفساد وليس على ان شركه كوره بجد مستثمرين يضخوا فلوس، يضخوا ملايين وترجع لهم فلوس كتيره، والزمالك يجيب لعيبه وياخد بطولات. غير ان شركه الكوره اصلا هتدير فريق كوره. طب فريق الكوره عليه مديونات قد ايه؟ واصل دلوقتي وانا بكلمك مديونيات في قضايا نهائيه 6 مليون دولار. ده غير القضايا اللي مش نهائيه، ده غير القضايا اللي لسه اللي جايه. يعني عمر فرج ونادي ايك السويدي ده الاثنين مع بعض مجتمعين 4 مليون دولار. 4 مليون دولار. فانت داخل في الشلاحات لسه. فمين المستثمر المجنون اللي هيجي يحط فلوسه مع الناس دي وفي الظروف دي؟ مفيش حد. هما بقى بيعملوا ايه؟ هما بدأوا يوزعوا التركة. اللي انا عرفته ان هما جايبين واحد مصرفي قريب من مجلس الإدارة. في 2 شغالين في القطاع المصرفي هم قريبين من مجلس الإدارة، هقولهم لك بالاسم. واحد داخل مجلس الإدارة وهو الأستاذ عمرو الأدهم اللي مختفي تماما، واللي يقال انه هو يقال وليست معلومة مؤكدة انه استقال. في ناس بتقول لي هو قدم استقالته رسميا لحسين لبيب، وحسين لبيب حطها في الدرج، ما قدمهاش للجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه، وبالتالي وزاره الشباب والرياضه فما تعرفش، ما جالهاش حاجه يعني. ولكن انا معلومتي ان عمرو ادهم قدم استقالته. هم كانوا بيقنعوه للعوده، ما اعرفش للامانه اقنعوه ولا لا، ولكن لو قدم استقالته يبقى راجل محترم. لو قدم استقالته يبقى راجل محترم. رفض انه يكون طرطور مع المجلس ده وقال لك انا راجل محترم. فالاول هو عمرو الادهم ده راجل مصرفي عضو مجلس اداره الزمالك حتى الان، رغم الاستقاله اللي تقدم بها ولكن لم يتم البت فيها. عمرو الادهم هو راجل مصرفي. الثاني هو عمرو الجنايني هو راجل مصرفي. الثالث ممكن يبقوا 3 الاستاذ محمد الاتربي، ولكن اعتقد الراجل ده بينقب نفسه عن المواويل دي، لان ده رئيس مجلس اداره نادي البنك الاهلي، مش نادي سوري، رئيس مجلس اداره البنك الاهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر. يعني راجل مش هيغامر باسمه كده. في هذا الرجل المصرفي المقرب او اللي هو جوه مجلس اداره الزمالك، انا ما اعرفش بصراحه مين فيهم، انا اتقال لي هو حد مصرفي. ماله هذا المصرفي؟ عنده ابنه اهلاوي، وابنه ده رجل اعمال. انتوا عارفين بقى كل واحد معاه فلوس بيخلي ابنه رجل اعمال. بابا رجل اعمال مشهور، فانا طلعت انا كمان مشهور زي ما بابا للرجل الاعمال المشهور. انتوا عارفين يعني. ففي عيال بتطلع كده اللي هي في بقهم معلقه ذهب يعني. فعنده ابنه هو رجل اعمال بيدير احدى الشركات واهلاوي، اهلاوي متعصب. في معلومه جات لي ان مجلس الاداره عاوز يراضي او يعني يجامل هذا المصرفي انه عين ابنه الاهلاوي داخل شركه الكوره في الزمالك. عرفت ليه بقول لك؟ يعني هيكون في واحد اهلاوي بيدير شركه الكوره في الزمالك، ممكن ما يكونش رئيس، يكون عضو عادي بس اهلاوي. يعني مش مصلحته الزمالك ولا هتقول لي طب هو مصلحته يكسب او يخسر. بص يا فندم، الناس اللي زي دي
بتكسب وبتخسر من مشاريعها الخاصه، انما هو بالنسبه له هو جاي واجهه اجتماعيه، فمش فارق معاه. وانا محمد لو انا في مجلس اداره الاهلي او في شركه الكوره في الاهلي، انتمائي هيغلب عليا. فدي مصيبه، دي مصيبه بيعملها الخونه دول، بيعملها الخونه دول. يعني ما اعرفش، جات لي معلومه غير مؤكده ان هم عاوزين يستقيلوا يعملوا، لا هم خلاص، هم كان ده ايام الوزير ولما كان الضغط عليهم جامد، انما هم لسه موضوع ما استلموش الارض البديله ومش عارف ايه. وخلي بالك مفيش ارض اكتوبر راجعه خلاص، اللي سحب ارض اكتوبر مش الوزراء، مفيش ارض اكتوبر راجعه. هم بقى يشوفوا ارض بديله او ارضين ياخدوهم، ما اعرفش هيدفعوا فلوسهم ولا مش هيدفعوا فلوسهم. انا خلاص زهقت وقرفت من الكلام على المجلس ده. طيب تعالى ندخل على موضوع تاني. بص بقى يا سيدي، امبارح جالي تصريح من حازم امام. لا تتخيل انا كنت بحب حازم امام بشكل عامل ازاي وهو بيلعب، وبحب ابوه واسمع عن جده. انا طبعا ما حضرتش الكابتن حماده امام ولا حضرت الكابتن يحيى الحريه امام يعني، ولكن حضرت حازم امام. فحازم طالع امبارح في تصريح بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه كان نفسه يقرب من صالح سليم. ماشي، ان كابتن صالح محترم ويتعلم منه ومن شخصيته القويه وطريقه التعامل مع اللاعبين. ماشي، دي حاجه كويس، لان انت يا حازم شخصيتك ضعيفه ومن النوع اللي مش قادر يقدر جمهور الزمالك يعتمد عليه، وما استفدناش منك لغايه دلوقتي. انت كنت قبل كده عضو مجلس نواب وعضو مجلس شورى، ونادي الزمالك ما استفادش منك غير وانت بتلعب، انما للامانه ما فتناش في اي حاجه. وبعدين بقى بيقول لك ايه حازم امام؟ بيقول لك ان هو شايف ان صالح سليم هو الشخصيه الاكثر تاثير في تاريخ الاهلي. ماشي، دي حاجه كويس. كابتن صالح سليم لغايه دلوقتي تصريحاتك يا حازم كويس، بتتكلم على حد رمز تاريخي محدش هانه غير محمود الخطيب بالتعاقد مع امام عاشور اللي شتم الكابتن صالح وشتم عيله صالح. يعني محدش هان صالح سليم غير محمود الخطيب، وكلنا عارفين الكلام ده. ومحمود الخطيب بيكره صالح سليم، وطلع الله يرحمه هشام سليم قال لك ابويا ما كانش بيحبه على محمود الخطيب. فمعروف ان محمود الخطيب جاب امام عاشور عشان هو شتم صالح سليم وبينتقم من عيله سليم كلها. ده محمود الخطيب، واسالوا عيله سليم ما بيحبوش محمود الخطيب، دي معلومه. فحازم امام بيقول لك انه كان يتعلم من صالح وبيحب الكابتن صالح. حلو، كل ده حلو. بص بقى ابن الرمز التاريخي لنادي الزمالك الضعيف، صاحب الشخصيه الضعيفه اللي اسمه حازم امام، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ولولا ان ابويا كان حماده امام كنت هلعب بقميص الاهلي. ده تصريح من واحد من المفترض ان هو رمز. عمري ما في ترشيحات سواء مجلس اداره او شركه كوره، عمري ما في ترشيحات ذكرت حازم امام. والاول مره هعلنها، ومش عارف انا اعلنتها قبل كده ولا لا اعترف ببني ادم رمز اسمه حازم امام للزمالك. ده واحد عادي لعب في الزمالك وكان لعيب كويس جدا واستفاد من الزمالك. لعلمك حازم امام عنده مصانع اسمنت، فاستفاد من الزمالك وبيطلع يحلل والبدله والدقن ده كله من الزمالك. فنادي الزمالك بقى اللي عمله وعمل ابوه وعمل جده، الباشا طالع بيقول لك لولا ان انا ابن حماده امام كنت اتمنى العب بقميص الاهلي. ده رمزك، ده اللي بتطالبه يكون موجود. عمري يا حازم يا امام ما اقتنعت بيك كرمز، عمري ما اقتنعت بيك كرمز. لا انت ولا بشير التبعي ولا وائل الاباني، 3 كانوا مع بعض في جيل ما بحبهمش. لا وائل الاباني ولا بشير التبعي ولا حازم امام، ال3 دول سبحان الله ما بينزلوليش من زوري. ولا طارق السعيد ولا نادر السيد ولا الواد اينو، عارف كل، ولا يعني ناس كتير قوي، ناس كتير قوي. ف ده حازم امام اللي كان نفسه يلعب الاهلي. عار، بني ادم عار،
على الزمالك اسمه حازم امام. عار. طيب تعال نسيب العار وندخل على موضوع تاني. بص بقى يا سيدي، النادي الاهلي ده نادي جميل، ونادي بيهدر الاموال العامه، والبلد عامله نفسها مش واخده بالها. عارف الاغنيه وانا عامله نفسي ناي، وانا عامله نفسي نايم. احمد شوبير طلع بعضمه لسانه قال لك الاهلي بيدي 3 مدربين رواتبهم في وقت واحد. ده هو احمد شوبير. طيب بيدي كولر بيديله مرتبه كل شهر حوالي 300 ألف دولار عشان عقده بالكامل. يعني ناس ساعتها طلعت قالت والاخبار انتشرت ان كولر اخد عقده بالكامل. لا، هو بياخد راتبه كل شهر، راتبه ماشي، بياخد 300 ألف دولار كولر السنة الأخيرة بتاعته، لأنه كان ليه سنة ماشي. فاقسم بقى 3.5 مليون دولار على ال 12، هيطلع مثلا في السنة حوالي 300 ألف دولار حاجة كده يعني. فبيدي كولر، يعني سيبك من الرقم، بيدي كولر راتب. وريبيرو اكتشف ان هم اقلوه بعد الفترة اللي كان المفروض ياخد فيها شرط جزائي. يعني كان في وقت مثلا لو اقالوا ريبيرو فيه ياخد الشرط جزائي بس 3 شهور، لا هم اقالوا ريبيرو بعد الفترة دي. العقد مثلا بيقول ايه؟ لو تمت اقالة المدرب حتى يوم كذا ياخد 3 شهور. الظاهر ان الاهلي اقاله بعد يوم كذا ده. فالراجل بيطالب بعقده بالكامل. الراجل كان معاه الاول محامي، الظاهر المحامي ده كان مظبط مع الاهلي، فالراجل ده شاف محامي تاني، فالمحامي التاني لما مسك العقد قال له ايه ده انت ليك 1,100,000 دولار. يعني بيقول لك ريبيرو في البدايه تقاضى الشرط الجزائي المنصوص في عقده والذي يتضمن يعني قيمه رواتب 3 شهور بواقع 250,000 دولار. ده ال3 شهور. بيقول لك المفاوضات جرت بشكل جيد منذ البدايه، لكن بعد لجوء المدرب لمحامي خاص جديد فقد قرر التراجع عن هذا الاتفاق وطالب ان هو ياخد غير ال3 شهور عقده بالكامل. ده ريبيرو اللي هياخد لسه فلوس من الاهلي تاني، وده كولر اللي بياخد فلوس كل شهر، وده ييس كرومب اللي بياخد 3.5 مليون يورو في السنة الواحدة. وشوف مستوى الاهلي عامل ازاي، يضحك، مستوى مزري، مستوى يضحك ماشي. رضا سليم بياخد الراتب بتاعه شغال، راتب رضا سليم شهري شغال، وهو ما بيلعبش في الاهلي، بيلعب في نادي تاني. النادي التاني ده كان بيلعب ضد الاهلي. يعني رضا سليم بياخد فلوس عشان يلعب ضد الاهلي، عشان يتألق ضد الاهلي، عشان يسجل ضد الاهلي. اشرف داري بياخد راتبه بالكامل. ده غير جراد يشار الاهلي مساهم في جزء من راتبه. 5 حالات، غير عقد زيزو وعقد تريزيجيه وعقد بالرمضان اللي متسجلين بغير القيم الحقيقيه في اتحاد الكوره عشان يتهربوا من الضرايب. تخيل كل ده، تخيل كل ده، والدوله وانا عامله نفسي نايمه وانا عامله نفسي مفيش. انما راجل مثلا يختلس من الشركه بتاعته 1000 جنيه، الله اعلم بقى هو راجل حرامي ولا مزنوق واتيفر، انا بديك مثل يعني، بيتحبس وبيروح وبيجي. روح شوف الغارمات اللي هم في السجون، اللي عليها شيك، اللي عليها كمبياله، اللي عليها مش عارف ايه، بمبالغ. طبعا القانون بيتطبق على الجميع، ولكن هل القانون بيتم تطبيقه على الاهلي؟ مش عارف. هل في ناس في الرقابه الاداريه، معرفش بقى، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا نيابه الاموال العامه، هل بيروحوا يراقبوا على الكلام ده؟ بيروحوا يبصوا على الكلام ده؟ هل الكلام ده الدوله عارفاه؟ طبعا. اذا كان انا عارفه وانت عارفه وكل الناس عارفاه وكل الناس بتتكلم عليه على شاشات التلفزيون وفي السوشيال ميديا وفي المواقع وفي الصحف، كل الناس بتتكلم على اهدار الاموال العامه، حد بيتكلم؟ لا، لان ده الاهلي، لان ده الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع.
يهدر، يضيع، يعمل اللي هو عاوزه. انت شايف امبارح التعريض التحكيمي في الملعب، التعريض التعليقي، وشايف التعريض في الاستوديوهات، كله بيعرض للاهلي، كله خدام تحت الاهلي، كله بيسبح بحمد الاهلي. ملعون ابو الاهلي، ملعون ابو الاهلي. يلا واحنا صايمين بقى كده، ملعون ابو الاهلي. هتقول لي انت بتشتم؟ انا بشتم كيان، ما بشتمش. هو الاهلي ليه اب؟ لان انا عارف، انا قلت لكم انا ماليش فيديوهات الصبح والله، وخاصه وانا بتكلم عن النادي الفاسد ده. كفايه كده، ونتقابل بالليل بعد ماتش الزمالك. سعدت جدا بيكم واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحه وسعاده. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم مع الف سلامه.